السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده باذن الله معايا فيديو الاسعار النهارده، وعايزه اقول لكم بشرة خير. النهارده في نزول ان شاء الله في خامات العلف. النهارده هيكون في نزول، مش هيبقى في ارتفاع زي ما اتعودنا كل يوم. فامبارح كان تم نزول 500 جنيه في سعر الذره، وكان في نزول في الصويا. النهارده باذن الله برضو عندنا توقعات كده ان هيتم نزول بعض خامات العلف النهارده، فباذن الله يبقى اللي جاي احسن، عشان خاطر ارتفاع العلف ده اصلا من الحاجه اللي بتوترنا كلنا. اما النهارده طبعا شركات الكتاكيت ما تتوصاش، واكيد عندها علم ان فيبقى في نزول في سعر خامات العلف. راحت رافعه النهارده من جنيه ل 2 جنيه. بعض الشركات النهارده رفعت 2 جنيه، وبعض الشركات رفعت جنيه. والاهالي برضو ليه نفس هو كمان ما ينفعش يعدي كده من غير ما يرفع حاجه، فهو كمان رفع جنيه النهارده. وعايزه اقول لكم يا اما ارتفاع كتكوت يا اما ارتفاع علف، والافضل لينا بقى ان هو يبقى في ارتفاع كتكوت ونبعد عن ارتفاع العلف خالص، لان العلف بيمثل تكلفه الدوره بنسبه 80%، وال 20% بيكون تكلفه الكتكوت. فاحنا نكسب ال 80% ومش مشكله. ال 20% يعني سعر الكتكوت لما يرفع شويه مش مشكله، بس سعر العلف يفضل نازل زي ما هو. اول حاجه كده نبدا بسعر كتكوت الشركات النهارده، واللي بادئ من 26 جنيه لحد 29 جنيه كتكوت زي الفل. لكن في شركات رفع ال 31 ونص النهارده، او رفعت، كانت امبارح 39 النهارده 31 ونص، برده مالناش علاقه بيها، خلي عندهم شويه. اما بالنسبه لكتكوت الاهالي النهارده، واللي بادئ من 24 لحد 25 جنيه. كمان برضو كتكوت البلد الحر النهارده، واللي نزل ل 8 جنيه، والبلد المشعر النهارده 10 ونص، ونزول حلو جدا. والرزي على وشه النهارده 16 جنيه ونزل نص جنيه. ورز فرز البرابر النهارده 14 جنيه وبرضو نزل جنيه. وفرز الديوك النهارده 18 ونص. اما الجميزه النهارده 18 جنيه. وكمان الساسو الشفر النهارده 22، وساسو جيل تاني النهارده عامل 20 جنيه. اما اسعار الرومي، فسعر كتكوت الرومي عمر يوم بلدي وبرونزي 43 جنيه. واسعار البط البكيني اللي نزل النهارده 2 جنيه وبقى 30 جنيه سعر البط البكيني العاده. والشرفان النهارده عامل 35 جنيه. واما بقى سعر البيور النهارده واللي نزل ل 37 جنيه، وده حلو جدا، نزول 2 جنيه في البط البيور. اما البط المولر واللي نزل 2 جنيه هو كمان، والنهارده 46 جنيه سعر البط المولر المحلي. اما كان موجود النهارده بط مولر ابو عين حمراء المستورد عمر 20 يوم وعامل 76 جنيه البطايه الواحده. اما بالنسبه بقى لاسعار البط المسكوف الار 41 النهارده، واللي عامل 55 جنيه، والمسكوف المخلط عامل 51 جنيه. اما عن تنفيذ الابيض، فتنفيذ الابيض النهارده وسعر كيلو الفراخ البيضاء من ارض المزرعه 70 جنيه، وبتتباع في المحلات النهارده ب 75، واعلى سعر 80 جنيه. الفراخ الساسو النهارده للكيلو تنفيذ من ارض المزرعه اللي رفع ل 94 جنيه، وبتباع النهارده في المحلات ب 100 جنيه الكيلو. كمان الرز فحمر النهارده، يعني الديوك في برابر، الكيلو النهارده ب 97 جنيه من ارض المزرعه، وبيتباع للمستهلك النهارده ب 105. اما فرز الديوك النهارده من الرزي ب 99 جنيه الكيلو من ارض المزرعه، بتباع النهارده للمستهلك ب 105 و110 جنيه للكيلو. اما بالنسبه بقى للفراخ البلد الحر والبلد المشعر 110 جنيه لكيلو، بيتباع النهارده في المحلات ب 115 و120 جنيه اعلى سعر. اما بالنسبه للرومي الاسود النهارده من ارض المزرعه، الكيلو عامل 130 جنيه، وبيتباع للمستهلك ب 135 واعلى سعر 140 جنيه. كمان الرومي الابيض النهارده 110 جنيه من ارض المزرعه، وبيتباع للمستهلك النهارده ب 115 جنيه. البط البلدي النهارده تنفيذ من ارض المزرعه 110، وبيتباع للمستهلك ب 115. والمسكوفي 100 جنيه تنفيذ، بيتباع للمحلات 105 واعلى سعر 110. البط المولر النهارده 80 جنيه، وبيتباع في المحلات ب 85 واعلى سعر ليه 90 جنيه. وكمان البط البكيني تنفيذ من ارض المزرعه 65 جنيه النهارده، وبيتباع في المحلات ب 75. اما بالنسبه لاسعار الارنب، فسعر الارنب 42
82 تنفيذ وبيتباع للمستهلك ب 85 جنيه صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبه لاسعار البيض فسعر طبق البيض البلدي اللي الفيديو بتاعنا النهارده ب 46 جنيه سعر طبق البيض البلدي وبيتباع للمستهلك النهارده ب 150 جنيه والبيضه القطاعي عدت ال 6 جنيه في بعض الاماكن. وطبق البيض الاحمر النهارده 127 ونص وبيتباع في المحلات ب 135 جنيه وبتتباع البيض القطاعي ب 5 جنيه. طبق البيض الابيض النهارده 126 جنيه وبيتباع للمستهلك ب 140 جنيه. وسعر البيض القطاعي النهارده بتتباع ب 5 جنيه. اما عن اسعار خامات العلف فان شاء الله باذن الله يتم نزول النهارده بسعر خامات العلف وكل حاجه ترجع زي ما كانها عشان صناعه الدواجن ما تبصش وتفضل شغاله لانها فاتحه بيوت ناس كتير جدا. لكن ناس غلابه مش هتبقى على قد دوراتي فيه جاي لسه مزارع كبيره لكن ناس غلابه وبيشتغلوا على قد يعني على القوت يوم بيوم يعني ان شاء الله تتحل واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.